تخيل معايا كده ازاي ورقة خضراء بتطبعها دولة واحدة اسمها الدولار ممكن تهز سعر الذهب في العالم كله، وازاي مجرد تصريح من رئيس او حرب بين دولتين يخلي المعدن الاصفر يولع في ساعات. وليه من آلاف السنين من ايام الفراعنة لحد البنوك المركزية البشر لسه شايفين ان الذهب هو الامان الحقيقي. أصل اللي هتعرفه النهاردة هيخليك تبص للفلوس والذهب وحتى الأخبار السياسية بطريقة مختلفة تماما. بس قبل ما نكشف السر، أهلا بيكم في قناة سؤال الليلة، المكان اللي بنسأل فيه الأسئلة اللي بتدور في دماغك ومحدش بيقولك إجابتها كاملة. ولو دي أول مرة ليك معانا متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد أول بأول. واكتب في الكومنتات رأيك أو سؤالك، لأن ممكن جدا يكون هو سؤال الحلقة الجاية. ويلا بينا ندخل في اللعبة اللي بتحكم العالم من آلاف السنين، من بداية التاريخ تقريبا، والبشر بيدوروا على حاجة ثابتة، حاجة ما تفسدش، ما تصديش، ما تختفيش بسهولة، وتفضل محتفظة بقيمتها مهما الدنيا اتقلبت القمح. ممكن يبوظ الماشية، ممكن تموت العملات الورقية، ممكن تتحرق أو تفقد قيمتها، لكن الذهب يفضل زي ما هو، لامع نادر مرغوب وكأنه خارج من الزمن نفسه. وده كان أول سر الندرة، لأن أي حاجة قليلة والناس كلها عايزاها سعرها بيعلى. لكن هل الندرة لوحدها تكفي؟ الحقيقة لا، في معادن نادرة وأحجار كريمة أندر من الذهب، لكن الذهب تحديدا هو اللي بقى رمز الثروة والقوة. ليه الإجابة هنا أخطر بكتير السياسة. من أيام الحضارات القديمة الذهب ما كانش مجرد زينة، كان لغة سلطة الفراعنة استخدموه لإظهار الهيبة. الملوك دفنوه معاهم، الإمبراطوريات خزنته، لأن اللي يملك الذهب كان يملك القدرة على تمويل الجيوش وشراء الولاءات والسيطرة على الأسواق. روما كانت تعرف إن الذهب قوة الإمبراطوريات الأوروبية، عبرت البحار عشانه. ودول كتير قامت حروبها الحقيقية مش علشان الشرف أو الحضارة، لكن علشان الثروة، وعلى رأسها الذهب. ومع تطور الاقتصاد ظهر نظام غير العالم كله، معيار الذهب. وده ببساطة كان معناه إن كل ورقة فلوس مطبوعة لازم يكون وراها قيمة حقيقية من الذهب. يعني العملة ما كانتش مجرد ورقة، كانت وعد إنك تقدر تستبدلها بمعدن حقيقي. وده خلق استقرار ضخم، لأن الحكومات ما كانش ينفع تطبع فلوس من الهواء. لكن المشكلة ظهرت وقت الحروب، لما الدول احتاجت تصرف مليارات على السلاح والجنود وإعادة البناء. ساعتها الذهب ما بقاش كفاية، فبدأت الحكومات تطبع أكتر وتستلف أكتر وتربط قيمة المال بالنفوذ بدل المعدن، لحد ما جت اللحظة الفاصلة سنة 1971 لما أمريكا وتحديدا الرئيس نيكسون قرر يفصل الدولار عن الذهب. ومن اللحظة دي العالم دخل عصر جديد، بقى المال قائم على الثقة في الحكومات مش على احتياطي ذهبي مباشر. وده ادى أمريكا قوة هائلة، لأن الدولار بقى العملة العالمية. لكن رغم كده الذهب ما اختفاش، بالعكس بقى زي خطة النجاة الأخيرة. ليه؟ لأن العالم كله فاهم قاعدة بسيطة جدا، الحكومات ممكن تنهار، العملات ممكن تسقط، البنوك ممكن تفلس، لكن الذهب يفضل محتفظ بقيمته عبر الزمن. وعشان كده وقت الأزمات السياسية والاقتصادية الذهب بيتحول من مجرد معدن إلى بطل عالمي. لما يحصل تضخم الذهب يعلى، لما تقوم حرب الذهب يعلى، لما يبقى فيه خوف من انهيار مالي الذهب يعلى، لأن المستثمرين والأفراد وحتى الدول بيدوروا على ملاذ آمن. والملاذ ده عبر التاريخ كان الذهب، وده اللي بيحصل النهاردة. فعلا الصين وروسيا ودول كتير بدأت تزود احتياطي الذهب، مش بس علشان الاقتصاد لكن علشان السياسة، علشان تقلل اعتمادها على الدولار. يعني الذهب دخل رسميا في لعبة النفوذ العالمي. بمعنى أوضح، الذهب النهاردة بقى جزء من صراع القوى بين الشرق والغرب، بين الدولار والبدائل، بين السيطرة والاستقلال. لكن التأثير مش على الدول بس، الشعوب نفسها بتفكر بنفس الطريقة. وقت الأزمات الناس بتجري على الذهب مش علشان شكله، لكن لأنه بالنسبة لهم أمان، حماية، ضمان. وعشان كده في مجتمعات كتير الذهب جزء من الثقافة الاقتصادية، مش مجرد رفاهية، شبكة مدخرات، إرث، خطة طوارئ. والأخطر إن سعر الذهب أحيانا بيتحرك بسبب مشاعر البشر مش بسبب المعدن نفسه. يعني تصريح سياسي واحد، قرار، فائدة، توتر عسكري، انتخابات، كل ده ممكن يرفع أو ينزل سعره. وده لأن الذهب بقى انعكاس مباشر لمستوى القلق العالمي. كل ما الخوف يزيد الناس تتمسك بيه أكتر، علشان كده بيسموه أحيانا مقياس الخوف، لأن صعوده بيكشف إن العالم مش مستقر. لكن السؤال الحقيقي، هل الذهب فعلا قيمته في استخدامه ولا في اتفاق البشر عليه؟ الإجابة الصادمة إن جزء كبير من قيمة الذهب قائم على الإيمان الجماعي.
البشر عبر آلاف السنين قرروا إنه رمز للقيمة، ورغم تغير الأنظمة والملوك والعملات الاتفاق ده منهارش. وده يمكن واحد من أعظم أسرار الاقتصاد، إن القيمة أحيانا ما بتكونش في الشيء نفسه لكن في ثقة الناس فيه. وعلشان كده رغم ظهور العملات الرقمية والأسهم والتكنولوجيا الحديثة، الذهب لسه صامد، لأنه ببساطة أقدم من كل الأنظمة الحالية وأثبت نفسه في لحظات انهيار كتير. هو مش أسرع استثمار ومش دايما الأعلى ربحا، لكنه غالبا الخيار اللي الناس بترجع له لما كل حاجة تانية تبقى مهددة. وفي النهاية الذهب مش أغلى من الأكل لأنه أنفع، ولا أغلى من المية لأنه أهم، لكنه أغلى لأنه بقى عبر التاريخ رمز للثقة والسلطة والسياسة والخوف والأمان. يعني لما تبص لقطعة ذهب، انت مش بتبص على معدن، انت بتبص على تاريخ طويل من الحروب والانهيارات وصعود الامبراطوريات وصراع البشر على البقاء. وده اللي يخلي السؤال الحقيقي مش ليه الذهب غالي، لكن ليه البشر لحد النهاردة لسه مؤمنين بيه دلوقتي. قلنا رأيك في الكومنتات. لو العالم دخل أزمة اقتصادية كبيرة، هتثق في الفلوس الورقية ولا هتختار الذهب؟ ومتنساش تعمل لايك وتشترك في قناة سؤال الليلة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ويمكن سؤالك يكون هو سؤال الحلقة الجاية.